السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد والكرة مع الكويرة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويدعم أخوك الأهلاوي الستاوي. في بداية الفيديو أنا حابب بس أنا عامل فيديو قصير كده بس أتكلم فيه عن تصريحات الكابتن جمال علام امبارح مع الأستاذ إبراهيم فايق. الأستاذ جمال علام عشان نعرف الكرة كانت بتدير في مصر إزاي، ونعرف الشخصيات اللي كانت ماسكة اتحاد الكرة دماغها بتفكر إزاي. الأستاذ إبراهيم فايق بيقول له: هل تشعر بالذنب تجاه الاهلي نتيجه عدم تنظيم نهائي افريقيا الشهير بالخطاب الذي تم اخفائه؟ طبعا كلنا عارفين حوار الخطاب في 2022، وان البطوله الاتحاد الافريقي قال عايزين تنظموها، والمغرب واللي عايز ينظمها يبعت وبتاع ويستضيف البطوله، كان هيبقى من ماتش واحد. طبعا الاستاذ جمال علام اخفى الخطاب عشان ما ينظموش البطوله، وما بعتوش للاتحاد الافريقي اصلا ولا عرفوا الاهلي كمان في 2022. ولعبنا الماتش ده النهائي على ارض الوداد، لان المغرب بعتت ونظموا البطوله وخسرنا 2-0. الاستاذ جمال علام بقى بيرد عليه بيقول له ايه؟ بيقول له: لا، عشان الاهلي قادر يفوز في اي مكان. يا عم انا بقول لك صباح الخير، احنا خسرنا الماتش 2-0، خسرنا بطوله 2-0 بس، وانت تقول لي لا قادر يفوز في اي مكان؟ يا عم ماشي، ما تنظم لي البطوله، تنظم لي البطوله. انت ازاي ماسك اتحاد كوره؟ ازاي ماسك اتحاد كوره والخطاب جالك بيتم اخفائه ليه؟ ما تبعت تقول فيه كذا 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 كذا، منظم يا عم، ده ماتش واحد. اقول ايه بس؟ حسبي الله. اقول له ايه؟ الحاجه التانيه بيقول له: انت ميولك ايه يا كابتن جمال، اهلاوي ولا زملكاوي؟ الاستاذ جمال علام بقى بيرد عليه بكل حياديه ومصداقيه. ادي الدماغ اللي الواحد بيتعامل معاه، ادي الدماغ، وادي اللي كانوا بيديروا الكوره في مصر. بيقول له: مش هتصدقني لو قلت لك ان انا ما عنديش ميول للانديه. الله، وهي الدنيا كلها عارفه ان هو زملكاوي، خلي بالك يعني كل الدنيا عارفه ان هو زملكاوي، ولكن ميولي دلوقتي لغايه الوقت اللي انا قاعد معاك فيه ده، لغايه اليوم ده، ان انا مصري، وبحب كل لاعب مصري، وبحب اللعيبه المحترفه. انت لو تشوفني بسلم على كل اللعيبه في اي احتفاليه او اي تسليم جوائز، بتشوف الحضن بتاعي كده ليه اكنه ابني. قال له: انا عارفك ومصدقك، انا عارفك ومصدقك يا استاذ جمال، بس برضه انا عندي معلومه بتاكد ان انت زملكاوي. يوم جاي رد عليه يقول له ايه؟ يقول له: ما اقدرش انكر ان انا زملكاوي وبشجع الزمالك. ايه ده؟ يعني انا عايز اقول له على راي الاستاذ عادل ادم في فيلم الراقصه والطبال: صباح الخير، مساء الخير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.